قرارات تحكيمية صادمة في مباراة برشلونة وكلوب بروج. فهل ظلم الحكم كلوب بروج أمام برشلونة وكانوا يستحقون الفوز؟ في اللقطة الأولى ركلة الجزاء التي لم تحتسب على بالدي، وهي عندما تدخل على مهاجم كلوب بروج في منطقة الجزاء وقام بعركلة قدمه الثابتة على العشب كما يظهر في هذه اللقطة، ما تسبب في سقوط اللاعب واختلال توازنه. الحكم قرر احتسابها ركلة جزاء في بداية الأمر، ولكن عند مراجعة الفار واللقطة تراجع عن قراراه ولم يحتسب ركلة الجزاء لصالح كلوب بروج. وفي اللقطة الثانية هدف الفوز الذي خطفه نادي كلوب بروج في الثواني الأخيرة من اللقاء مستغلين خطأ تشيزيني الفادح. وما حدث هو أن مهاجم كلوب بروج تدخل على تشيزيني في منطقة الجزاء ليقطع الكرة، ولم يقم بلمس تشيزيني نهائيا، وإنما تدخله كان قانونيا على الكرة، وقام اللاعب بالفعل بقطع الكرة منه وسجل الهدف الرابع لكلوب بروج. ولكن الحكم راجع هذه اللقطة ولم يتردد لحظة في عدم احتساب الهدف، وقام بإلغائه وسط ذهول وحسرة لاعبون كلوب بروج مما حدث. والآن شاركونا آراءكم في التعليقات. هل استحق كلوب بروج أولا ركلة جزاء ضد برشلونة؟ وثانيا كان هنالك هدفا حاسما لبروج كان يجب على الحكم احتسابه لأنه كان تدخلا قانونيا من اللاعب على الكرة أم لا؟